السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فانا كنحط قصص وقضايا واقعيه، مواضيع مثيره للاهتمام. ما تنسوش ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. قضيه اليوم اللي وقع فيها كارثي بمعنى الكلمه، اللي عقلك اصلا ما يقدرش يستوعبه. وبلا ما نطول عليكم اكثر ونحرق لكم الاحداث، امشيو شي بلاصه كالم وديو معاكم شي كاس القهوه ولا شي كيكه اتاي واجيو تشوفوا اشنو واقع في هذه القضيه. نبداو على بركه الله. بتاريخ 24 شهر 7 2013 في هذا النهار كانوا شي ناس دايزين من حدا واحد المعصره ديال الزيتون باش يمشيو للسوق يتقداو داكشي اللي خاصهم. وحيت هاد المعصره كانت جايه على الطريق اللي كدير السوق ديال هاد الدوار، هاد الناس منين كانوا دايزين كيتفاجئوا بجثه ديال واحد الشاب مقتول ومليوح قدام هاد المعصره. وهاد الشخص كان متعرض لبزاف ديال الطعنات في ظهره وحتى في كرشو، يعني من خلال الجثه كان باين بلي الضحيه تكرفس بزاف قبل ما يموت. هاد الناس فاش قربوا الجثه وشافوا الوجه ديال الضحيه لقاو كيعرفوه مزيان حيت كان كيسكن معاهم في نفس الدوار. هاد الشخص كان سميتو حميد. منين تعرفوا عليه الناس ولا كلشي كيسول شكون غيكون قتل حميد ودار في هاد الحاله. هذيك الساعه الناس علموا المقدم اللي حتى هو مباشره علم الدرك الملكي، وفعلا غتوصلوا بهذا البلاغ. ديك الساعه توجهوا لعين المكان. من خلال المعاينه الاوليه اللي داروا على الجثه تبين لهم باللي هاد الشاب تقتل بواحد الطريقه بشعه، وقبل ما يديروا اي حاجه علموا فرقه التشخيص القضائي باش يجيو يديروا خدمتهم. وفعلا ما داش بزاف ديال الوقت حتى كانوا في عين المكان. من بعد ما فحصوا الجثه تاكدوا بلي الضحيه متعرض ل5 طعنات على مستوى الجسم ديالو ومتلقي ضربه قويه في راسو. ومن خلال المعاينه اللي داروا فرقه التشخيص القضائي تاكدوا بلي ديك البلاصه هي مسرح جريمه، يعني الضحيه تقتل في نفس البلاصه اللي تلقى فيها. في هذه اللحظه التقنيين بداو كيقلبوا في مسرح الجريمه، بداو كيقلبوا في الحوايج اللي كان لابس الضحيه باش يشوفوا واش غيلقاو شي حاجه اللي غتفيدهم في البحث ديالهم ولا لا. ولكن اللي جاهم غريب هو الضحيه كانوا مع جميع الوثائق الشخصيه اللي كتثبت الهويه ديالو. لقاو البسطام وفيه حتى الفلوس، ولكن التليفون ديالو هو اللي ما كاينش. هادشي اللي غيخليهم يتبعدوا بلي الجريمه تكون وقعت بسبب السرقه، حيت بطبيعه الحال الا كان الدافع ديال الجريمه هو السرقه فهاد الحاله غادي تسرق حتى البسطام. يعني المجرم ما يكونش غبي لهاد الدرجه باش يسرق غير التليفون بوحدو. هنا فرقه التشخيص القضائي غيديروا واحد التمشيط واسع لديك المنطقه، ما ربما يكون الجاني ولا الجنات تخلصوا من اداه الجريمه في شي بلاصه قريبه من الضحيه. ولكن للاسف ما يلقاو حتى حاجه، لا اثار ولا حتى شي دليل اللي يوصلهم للجاني. المهم من بعد ما فحصوا الجثه ورفعوا ليها البصمات، هنا غياخذوا صور احترازيه للجثه والمنطقه اللي تلقات فيها، ومباشره غتنتقل لمستودع الاموات باش يدار ليها التشريح الطبي، يعرفوا الاسباب وملابسات هذه الجريمه، وفي نفس الوقت يشوفوا الطب الشرعي شنو غيقول. وهنا فين الدرك غيبداو البحث ديالهم. كانوا اول واحدين بداو معاهم البحث هما الناس اللي لقاو الجثه وعلموا المقدم. بداو الجندارم كيطرحوا لهم بزاف ديال الاسئله، منها معايش بالضبط لقيتوا الجثه، وفين كنتوا غاديين، وكيفاش حتى اكتشفتوها، وعلاش بالضبط دزتوا من هاد الطريق وما دزتوش من طريقه اخرى. المهم كانوا كيطرحوا عليهم مجموعه من الاسئله، وخداو حتى البطائق الوطنيه ديالهم باش يعاودوا يعمقوا معاهم البحث. الدارك باش يعرفوا واش الجاني ولا الجنات من نفس هاد الدوار ولا لا، والساكنين قراب مسرح جريمه قرروا يستعنوا بالكلاب المدربه على الله يشموا شي حاجه اللي تقربهم للمجرم. ولكن واخا هاد الاجراءات كامله اللي داروا ما وصلتهم لحتى حاجه، حتى من الكلاب المدربه ما نفعهم بوالو. واخا وسعوا دائره البحث داك الدوار كامل وحتى في النواحي ديالو، للاسف ما قدروا يوصلوا حتى شي راس الخيط اللي بداو منه البحث ديالهم. في هاد الوقيته الدرك غيرجعوا يبحثوا مع كاع الناس ديال الدوار، غيستجوبوا صحابو اللي كان كيعمر معاهم بزاف، وبحثوا حتى مع عائلته لدرجه سولوا كاع الاشخاص المشتبه فيهم واللي فايت عندهم سوابق عدليه في هاد الدوار. ولكن مره اخرى ما يوصلوا حتى نتيجه، حيت غيتبين بلي هاد الناس كاملين ما عندهم حتى علاقه بهاد القضيه. وحتى فاش بحثوا مع الاب ديال الضحيه اكد ليهم بلي ولده ما عمر كان عنده شي مشكل مع شي واحد، لا من الناس ديال الدوار ولا من برا الدوار.
قال لهم ولدي كان داخل سوق راسو وماشي من النوع اللي كيجبد المشاكل مع الناس، وهذا الشيء اللي اكدوه حتى عمامو وولاد عمامو. حتى هما قالوا لهم بلي حميد كان واحد الولد درويش وداخل سوق راسو. ولكن السؤال اللي غيطرح، الا كان الضحيه درويش وداخل سوق راسو كيف ما كيقولوا عائلته، اذا شكون اللي من مصلحته يقتلو؟ بقاو كيبحثوا في هاد الدوار لمده 5 ايام، وفي الاخر ما وصلوا حتى شي معلومه جديده اللي يبنيو عليها البحث ديالهم، حتى لواحد النهار اللي كان بتاريخ 4 شهر 8 من نفس العام، يعني من بعد 10 ايام باش تلقات الجثه. الفقيه ديال الدوار غيمشي عند الجدرميه، قال لهم راني تفكرت واحد المعلومه وقلت نجي نعلمكم بها، ما ربما تفيدكم شي حاجه في هذه القضيه. شنو هي هذه المعلومه؟ قال لهم في ديك الليله اللي تقتل فيها الضحيه، فاش كنت خارج من الجامع ويلا كنسد الباب بالضبط من ورا صلاه العشاء، في ديك اللحظه داز من حدايا حميد وكان كيهضر في التليفون، وسمعته كيقول الشخص اللي كان كيهضر معاه تسناني حدا المعصره الزيتون، انا جاي عندك دابا. هاد المعلومه اللي قال لهم هاد الفقيه كانت مهمه بزاف بالنسبه للدرك، وعاد تعاونوا في البحث ديالهم. فهاد الوقيته كانوا كيديروا لهم بزاف ديال الاسئله في راسهم، منها شكون هو هاد الشخص اللي كان الضحيه كيهضر معاه في التليفون واللي كان كيتسنى حدا المعصره ديال الزيتون، شكون غيكون هاد الشخص؟ واش من علاقه كتربطو بالضحيه؟ ومادام الفقيه ذكر بلي الضحيه كان غادي كيهضر في التليفون، علاش فاش قلبناه ما لقيناش تليفونه معاه؟ اللي كان مع فرقه البحث منين بقى كيفكر وكيجمع في الاحداث، شك بلي الشخص اللي قتلو وممكن يكون سرق لي تليفونه غير باش يوهمهم بلي هاد الجريمه وقعات بدافع السرقه. وباش يتاكدوا من الشكوك ديالهم، هنا حيدوزوا الوسائل العلميه باش يشوفوا واش الجاني من صحاب الضحيه ولا لا، وباش يتاكدوا خداو كاع التليفونات ديال صحابو وحتى المشتبه بهم باش يخدعوهم للخبره. ما ربما شي واحد منهم يكون اتصل بحميد وتلاقى به في ديك الليله، ولكن حتى هاد الخبره ما نفعتهم بوالو، حيت ما غيلقاو حتى شي اتصال ما بين الضحيه وهاد الناس اللي دارت الخبره على تليفوناتهم. هادشي اللي غيخلي الدرك يدوزوا يفرغوا حتى الهواتف ديال عائله الضحيه. بطبيعه الحال الدرك في هاد الوقيته كانوا كيشكوا في اي واحد. وباش نوضح لكم اكثر، حميد كان كيعيش وسط واحد العائله كبيره اللي كتكون من 3 ديال العمام، 2 مزوجين وبولادهم، والصغير فيهم كان سميتو سعد وفي عمره 42 عام. هاد خوهم سعد كان ماشي بزاف باش تزوج من واحد البنت سميتها منار وفي عمرها 22 عام، وحتى هاد عمامو وولادهم كاملين غادي دار الخبره على التليفونات ديالهم. وهنا فين غتكون صدمه كبيره، حيت تقرير الخبره بين بلي واحد من ولاد عم الضحيه اللي كان سميتو طارق اتصل بحميد في الليله اللي تقتل فيها، وكان توقيت الاتصال كيصادف نفس التوقيت اللي ذكر لهم الفقيه، يعني من ورا صلاه العشاء بالضبط. كانت هذه اخر مكالمه وقعت ما بين الضحيه وولد عمو طارق. مشاو جابوا حتى هاد ولد عمو باش يعمقوا مع البحث، وفي نفس الوقت يستدرجوه في الهضره باش يعرفوا شنو تحت راسو. وخاصنا نرجعوا اللور ونتعرفوا على العائله ديال الضحيه باش هكا نقدروا نعرفوا شنو وقع لحميد في ديك الليله حتى تقتل بديك الطريقه المتوحشه. وهنا غادي ندخلوا في قصه اخرى، هي ماشي غير قصه عاديه، لا هي واحد الكارثه اللي واخا تخيلوا فيها حتى تعياو ما عطيش ليكم على بالكم. وتابعوا معايا مزيان باش تعرفوا الكوارث اللي عتبان في هاد العائله. كيف ما قلت لكم في الاول، حميد والوالدين ديالو عايشين هما وعمامو في دار وحده، بحكم جداتو مرا كبيره في السن عندها 86 عام باقه في الحياه. داكشي علاش كانوا مجموعين معاها ولادها وحتى ولاد ولادها. وكيف ما ذكرت في الاول، عم الضحيه اللي سميتو سعد قلت لكم باللي هو صغير في خوتو، كان وصل 42 عام ومازال ما تزوج، بحكم هو كيخدم بالناي في مدينه الدار البيضاء، يعني الخدمه ديالو كتخليه غبر بالسيمانه بجوج، وبعد مرات حتى شهر ولا شهرين عاد كيرجع للدوار ديالو. هاد سعد كان واحد الشخص اللي عمرها دار، كاع الناس اللي كيعرفوه كيشهدوا بلي واحد الانسان حشومي متخلق وما عمره جبد شي صداع مع شي واحد. المهم شات ايام وجات ايام، حتى لواحد النهار سعد تلاقى مع واحد صاحبه اللي كان مولف مره كيمشي يخدم معاه. بدا كيدي ويجي معاه في الهضره حتى لواحد اللحظه فين غادي يبدا يشكي عليه. قال لي ها انت كتشوف حالتي كيفاش دايره، راني وصلت 42 عام ومازال لا مرا لا وليدات، ما عرفش حتى لين غنبقى على هذا الحال، حتى انا ما كراش نتزوج وندير وليداتي بحالي بحال الناس. صاحبه منين سمع هاد الهضره قال لي الا كان غير هادشي اللي هاز لي الهم، الا وافقتي انا نزوجك بنتي، حتى انا ما غاديش نلقى شي راجل محسن منك.
انا شخص مستقله ومتخلق، وإلا قبلتي نعطيك بنتي منار. هنا سعد تفاجأ، قال مع راسو كيفاش يعطيني بنته اللي باقا صغيره، حيت منار كان يلا كملت 22 عام، يعني البنت كانت صغيره عليه بزاف. المهم تفاهموا بجوج بيهم وحدوا الوقت اللي غيمشي فيه سعد يخطب بنت صاحبه، وفعلا داكشي اللي وقع. دارت الخطبه ووصلت الوقيته اللي كانوا اتفقوا عليها وداروا العقد ديالهم. ومن بعد ما داز العرس، هنا سعد هيز مراتو وغادي يديها تسكن مع عائلته اللي هما مو وخوتو وولادهم. دازت الامور بشكل عادي، ومنين سال الكونجي ديال سعد هنا غيرجع لخدمته كيف العاده، ولا كيجي مره في 10 ايام، وبعض المرات حتى كيدوز شهر عاد كيجي يشوف مراتو. اللي غيوقع ملي جات منار لهاد الدار، وبحكم البنت كانت باقا صغيره وزوينه، هادشي غيخلي حميد مع الوقت يتعجب بمرات عمو ويفكر في شي طريقه باش يبدا يتقرب منها. شنو غيدير؟ مشى شرى ليها واحد التليفون على اساس يعطي ليها. قال ليها انا ما عمري خديت شي كادو لشي واحد، ولكن حيت شفتك ما عندكش التليفون قررت نشريه ليك. دار ليها واحد النمره وبدا كيوريها كيفاش خدم به. واخا كان كيوريها منار ما كانت عارفه حتى حاجه، بحكم البنت بنت الباديه وما عمرها كان عندها تليفون، يعني ما كانش كتعرف تخدم به. هادشي اللي يخلي حميد يدير السبب التليفون وكل مره يتقرب منها، اجي نوريك اجي نفهمك، اليوم غدا، حتى بداو كيقربوا مع بعضياتهم. في الاول كانت علاقتهم عاديه بحكم منار كانت مزوجه بعمو، حتى لواحد النهار فين غيبقى غير هو ومرات عمو بوحدهم في الدار. هنا حميد استغل هاد الفرصه ديال حتى واحد ما كاين في الدار وتقرب من مرات عمو، حتى وقعوا في المحظور ووقعت بيناتهم علاقه محرمه. وماشي غير هادشي، لدرجه هاد العلاقه اللي وقعت بيناتهم صورة حميد كامله، وبطبيعه الحال بلا ما تعاقبي منار خلى التليفون حتى سجل وسالا. وهنا فين غيبدا يبتزها، قال ليها اي وقيته بغيتك غادي نعيط لك وعاد تجي عندي، وإلا ما بغيتيش غنشر هاد الفيديو في الدوار كامل وغنفضحك. منار منين سمعت هاد الهضره خافت تمشي تفضح في الدوار، داكشي علاش ولات كتنفذ بالحرف داكشي اللي كيطلب منها. بقاو على هاد الحال كل مره وفين كيتلاقاو، مره كانوا كيتلاقاو في الزريبه ديال البهايم، ومره كان كيتلاقاو في وسط جنان. واحد النهار ولد حامد اللي سميتو طارق غيحصلهم جوج بيهم في الزريبه ديال الغنم، كيف ما كنقولوا حصلهم متلبسين. منين شافهم في ديك الحاله بدا كيغوت عليهم، قال لهم اش هاد الفضيحه كديروا؟ هادشي اللي كديروا فيه راه حرام، وانا غنقول لعمي كلشي وغنشوهكم معاه. المهم طارق ما خلاش ليهم، حتى حامد ومنار ركب فيهم الرعب، حيت بطبيعه الحال كانوا خايفين يتشوهوا في العائله وقدام الناس. ولكن من غتعرفوا بلي هاد الحيحه كامله اللي دار لهم طارق ماشي حيت ما عجبوش هادشي اللي شاف، او لا حيت هز لهم الشرف ديال عمو كيف ما بين ليهم، لا هادشي كامل داروا حيت هو من الاول كان حاط العين على مرات عمو، يعني حتى هو كان طامع فيها من الاول. ولكن من شافها مع ولد عمو حميد جاتو الغيره، هادشي اللي خلاه يحيح عليهم ويهددهم. في هاد الوقيته كان حميد كيحاول يهدأ الوضع مع طارق، بقى كيطلب فيه باش ما يقولهاش لعمهم، وفعلا في الاخر قدر يقنعو باش يسكت. ولكن طارق ما سكتش هكاك لله في سبيل الله، لا، حيت حتى هو كانت النوايا ديالو خبات من ولد عمو، وحتى هو غيولي يستغل مرات عمو وغيدير معاه نفس داكشي اللي كان كيدير مع حميد. وبطبيعه الحال هادشي عن طريق الابتزاز، الا ما بغاش كيهددها، يعني ولا حميد وطارق كيتقاسموا بجوج بيهم مرات عمهم. وهادشي كامل كيوقع في غياب ديال عمهم سعد، بحكم الخدمه ديالو ما كانش كيعمر بزاف الدوار. شوفوا الكارثه اللي في هاد الدار والفضيحه اللي كيدير ولاد العم مع مرات عمهم، يعني هادي ما بقاش دار العائله ولا دار الشياطين. عمهم كيخرج ويسافر باش يضرب تماره ويجيب طرف الخبز، وما جالسين كينهجوا في الشرف ديالو. وبطبيعه الحال حتى مراتو ما دارش بحساب راجلها. المهم بقى الوضع ديالهم على هاد الحال، حتى مع المده ولاو كيوقعوا مشاكل كبيره ما بين حميد وطارق، وهادشي كامل على منار، حيت كل واحد فيهم ولا باغي ينفرد بها بوحدو. يعني منار ولات بحال شي سلعه في يديهم كيلعبوا بها كيف ما بغاو. مع المده منار عتولي تهرب من حميد، وفي نفس الوقت عتبدا تقرب من طارق، هادشي اللي غيخلي حميد يولي غير عليها. وهنا فين عينو صداع كبير بيناتهم، ولا طارق كيقول ولد عمو انا كنبغيها وعتبقى معايا، وحميد كيقول ليه هي كانت معايا انا الاول وانت اللي ديتيها ليا، رديتيها لجهتك وقلبتيها عليا.
المهم بقاو مني منك حتى ناضت واحد الروينه بيناتهم، حتى بدا حميد كيقول لهم انا غادي نفرقع هاد الرمانه وغنقول للعائله كامله هادشي اللي واقع. يعني ولا كيهددهم. وفي الليله اللي وقعت فيها الجريمه طارق اتصل بحميد وقال ليه تسناني حدا المعصره ديال الزيتون باش نتفاهموا ونفكوا هاد المشكل اللي بيناتنا، حيت طارق ما بقاش باغي حميد يشاركو في مرات عمو. وفي الوقيته اللي داز فيها حميد من حدا الفقيه كان ديك الساعه كيهضر مع طارق وكيقول لي تسناني انا جاي عندك دابا، يعني نفس الهضره اللي اكد الفقيه للدارك. فعلا مشى حميد البلاصه اللي اتفقوا يتلاقاو فيها على اساس باش يفكوا المشكل اللي بيناتهم، ولكن حميد غير وصل حدا المعصره ديال الزيتون هنا طارق غيغفلو وغيسدد ليه عده طعنات في ظهره، ومنين طاح زاد كمل عليه وطعنو حتى في كرشو باش يتاكد بلي ولد عمو مات، حتى خلى السيد طايح وغارق في دمياتو. وهادشي كامل باش يبقى منفرد بوحدو بمنار. ديك الساعه الزجنويه ودارها تحت منه وخدا التليفون ديال حميد وهرب. في نظركم علاش خدا التليفون؟ بطبيعه الحال حيت التليفون ديال الضحيه كانوا فيه كاع التصاور والفيديوهات الاباحيه اللي كان مسجلها مع مرات عمو، وكانوا فيه كاع المكالمات اللي كانت بيناتهم ثلاثه. يعني الدرك الملكي لقاو التليفون مباشره عيتعرفوا عليه وعيتورط في الجريمه وعيكتشفوا حتى الكارثه اللي كانت بيناتهم ثلاثه. هادشي اللي خلاه يفكر يسرق التليفون ولد عمو. كانت هذه الاعترافات ديال طارق من بعد ما جابوه وواجهوه بالتقرير الخبره اللي دار على التليفون ديالو. منين خداو منه الاعتراف مشاو جابوا حتى مرات عمو باش ياخذوا الاقوال ديالها، وفعلا حتى منار قالت لهم شنو وقع ليها وكيفاش كان حميد وطارق كيستغلوها وكيتكرفسوا عليها. قالت لهم في الوقيته اللي كان راجلي كيمشي يتقاتل باش يجيب لينا طرف الخبز هاد الوحوش كانوا كيستغلوني وكينهشوا في لحمي. انا ما كنتش باغا نوصل لهادشي كامل، ولكن كانوا ديما كيهدوني. هادشي اللي خلاني نخاف على راسي، خفت لا يقولوها لراجلي ويقتلني ونتشوص العائله والدوار. داكشي علاش سكت وكنت كنقبل بكاع داكشي اللي كيطلبوا مني. الدرك الملكي من بعد ما خداو الاقوال ديالهم مباشره حولوه المحكمه، وفي المحاكمه حكم القاضي على طارق بتهمه الفساد والقتل مع سبق الاصرار والترصد بالسجن المؤبد. اما منار حكم عليها القاضي بعامين ديال الحبس بتهمه الخيانه الزوجيه. هنا غادي تكون القضيه ديالنا سالات، الله يسرنا يا ربي دنيا واخره ولا يخرجنا من ضل عيب لعيب. ما تنساوش خليو لي الراي ديالكم في هذه القضيه في التعليقات وتهلاو لي في راسكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي. بسلام عليكم.